في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا كيفاش كندوز نهاري اولا كيفاش كندوز صباحي ما بين التربيه ديال الغنم والتربيه ديال الدواجن، كيفاش كندير نوازي بيناتهم وكيفاش كنتعامل معهم وشنو هما الطرق اللي كنستعمل في التربيه ديال الدواجن. المهم هادشي هذا اللي غتشوفوه وتعرفوا. هنا كنت كنضحي الشياه وانا نلقى واحد الهمزه تبارك الله ما شاء الله عامره الربيع، والربيع مازال خضار. عرفتوا الشياه حتى بقاو غير واقفين، راه ما شاء الله كانت مازال عامره بالربيع، حتى شي واحد ما رعاها ولا هذا. ولكن الشياه اللي دخلتهم ليها ورصا وعرفتوا عمروا كرشيهم ديال بصح الشياه بقاو غير واقفين. المهم همزه لقيت همزه هاد الصباح هذا، هاد الصباح هذا برعت الشياه ديالي ديال بصح. المهم كيفاش تعرفوا النعجه بانها صافي راها ضاره؟ يعني ما بقاتش كطلب الحولي من هذه العمليه هذه ديال التحليل البول ديال النعجه. الحولي كيقوم بالتحليل ديال البول ديال النعجه، يعني صافي اون فوا كيحلل بانها النعجه راها ضاره. هاد النعجه هذه فريمون راها ضاره ب 21 يوم 22 يوم الماكسيموم. دونك دابا ما بقاتش غادي يطلب الحولي، هانتوما دار التحليله ديالو والحولي مشى في حالاته. دونك النعجه ما غاديش تزيد تطلب الحولي. يعني دابا النعجه راها ضاره 22 ولا 21 يوم ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا الشياه هنايا راه عمرو كرشهم بقاو غير واقفين، يعني هنايا راه خصهم غير يمشيو في حالاتهم. الحولي هنا راه كيقلب على واحد النعجه هي اللي كتكسب، راه وريتها لكم في الصباح ما شاء الله. المهم هذا الفحال هذا يلاه خديته مؤخرا بواحد الثمن اللي شويه قصح، ولكن الحمد لله الحولي خرج ما شاء الله اللهم بارك. الحولي خرج ناضي كندي ما شاء الله اللهم بارك، الحمد لله والشكر لله. المهم الى هنا ينتهي صباحنا. دابا غادي نديهم بحالاتهم باش نمشيو نشوفوا الدجاج. القميله عندي تغزو المكان الدجاج والحل القربه وداوي ليا العشا مزيان. من طبيعه الحال نسيت واحد الحاجه، راه درت معكم واحد الديفو ما بارطاجيت معكم، كنت صراحه الله عول غادي نصور لكم في الصباح. عطيتهم يشربوا اكزول للصراحه الله في كل صيف كنعطيه لهم يشربوه. صراحه الله واعر، يعني واعر بالنسبه ضد القميله واعر اكزول. دائما كناخذوا ليهم وكنشربوا الدجاج. صراحه الله ملي كنعطيهم اكزول وكنداوي بهذا القربه بالدواء مبيد الحشرات كنتهنى من شي حاجه سميتها القميله. المهم الدواء اللي عطيتهم يشربوه هو اكزول. اكزول كيتباع، هو راه غالي شويه في الثمن ولكن خذ العبار اللي بغيتي. المهم انا خديت انايا 2 مليم ب 80 درهم. 2 مليم كتخلطوا مع 4 لتر ديال الماء، مليم كيمشي في 2 لتر. المهم انا عطيت غير الدجاج الكبار اللي عندي في العشه اللي فيها القميله، اما بالنسبه للصغار ما عنديش القميله. دونك غادي نداوي دابا العشه مزيان بهذه القربه وعلى الله وعسى نتهناو من القميله، حيت راه صراحه الله القميله اش غنقول لكم. راه البارح سبقوا لي عاوتاني 2 ديال الدجاجات زحفانين ما كيقدروش يتمشاو عامرين بالقميله. المهم نداويوها نخرجوا الدجاج بعدا من طبيعه الحال. عادي نداوي هاد الجديده هادي راه ما فيهاش القميله، كاينه غير في القديمه اللي كيباتوا فيها هي اللي فيها القميله. الشك خرج، الشك شك الشك خرج، الشك خرج، الشك خرج، الشك 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 خرج. الشك خرجني هنا، الشك خرج، الشك 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 خرج، الشك فايتي غبي. عرفتيش كدير لهم شنيوله راه ما كيقدروش يخرجوا من شنيوله. الشك خرجني. دابا العشا خويناها من الدجاج، دابا راه نداويو على خاطرنا العشا ديالنا مزيان. نبداو من الطرف. المهم دابا غادي نبرد الغدايات ديالي في هذه القميله هذه، حيت دائما كنقول لكم بانه القميله هو العدو الاول والاخير ديال الدجاج. عرفتوا راه العام اللي فات انايا بسبب القميله راه يمكن خسرت وقيله شي 5 ولا شي 6 ديال الدجاجات، وديك الدجاجات غير واعرين. كنت خديتهم في لاله خالد السلاله الجيل الاول والقميله كانت صفات عليهم. دونك دابا غادي ندير داكشي اللي بغيت في هذه القميله هذه بهذا مبيد الحشرات. مادام انني حملت هذه القربه الا انني غادي نداوي هذه العشه هذه مزيان. شوفوا في هذه الوقيته هذه بالضبط القميله فين كتهجم على جميع البلايص فين كيكونوا الدجاج في هذه الوقيته هذه بالضبط. دونك كنصحكم بانكم في هذه الوقيته انكم داويو مبيد الحشرات. انا كما قلت لكم عطيتهم في الصباح اكزول يعني ديال الشرب شربوه باش اي جداده مثلا كان في القميله في الجسم ديالها ديك القميله هذيك غادي تموت.
دونك في الصباح ملي ضحيت الشياه وجيت ضروري خصني نداوي العشه. دابا خصني نداوي العشه باش القميله اللي كاينه في هذيك العشه هذيك ما يبقاش وما يزيدش يطلع في الدجاج. دونك باش نتهناو من شي حاجه سميتها القميله، خصك ضروري دير هذه العمليه هذه ضروري. غادي تداوي يومين ولا 3 ايام متتابعه. دونك انا اليوم غادي نداوي النهار ديال اليوم وغادي نداوي النهار ديال غدا عاوتاني بمبيد الحشرات. راهم موجودين في الاسواق الاسبوعيه اولا عند اي دروغري اولا كيبيعوا داكشي ديال المواد الفلاحيه، راه غادي تلقاو عندهم هاد الادويه ديال مبيد الحشرات. وتهناو من القميله. القميله راه كما قلت لكم راه تقدر تنهي الحياه ديال الدجاج، راه تقدر تسالي مع الدجاج. دونك ضروري ما ترشوا الارضيه ديال العشاء ولا ديال السجنه ديال الدجاج، ترشوا الفوقي اي عود. انا عندي هنايا المشكل ديال العواد هو عاوتاني المشكل اللي كيدير لي القميله. هاد القميله كتلصق في هذوك العواد. دونك خصني ضروري ما نداويها مزيان باش نتهنى من القميله وما نبقاش كنعاني من هذا المشكل هذا. فغيمون فاش كيكون عندي هذا المشكل ديال القميله الصراحه الله كيديروا نجيني، خصوصا في الصيفيه هذه والحراره كتكون مجهده وهذا. فالقميله عاد كتزيد تقوى، عاد كتزيد تكثر. باش نتهناو منه هو مبيد الحشرات واحد 3 ايام ولا 4 ايام متابعه، باش يدوز واحد 15 يوم. من الاحسن كل شهر داوي 3 ديال المرات ولا 4 ديال المرات كل شهر، ولا كل 15 يوم داوي يومين ولا 3 ايام باش نتهناو من هذا المشكل هذا. المهم هذا هو الصباح ديالي كيفاش دوزت هذا النهار هذا مع الدجاج. داويت لهم العشاء ديالهم مزيان. كما شفتوا سرحت في الصباح، ولكن قبل راه ضروري ما عطيتهم اكزوت كما قلت لكم شربوه. حيت لهم البارح الماء مورا العصر باش في الصباح ملي فقت بكري كان باقي شويه الظلام كانوا الدجاج عطشانين وعطيتهم شربوا الدواء ديالهم. المهم الدجاجه اللي كان فيها القميل راه فين هي راه فين هي مشات ديك الكحله راها كان فيها القميل. دابا الحمد لله راه ارتاحت وخرجتها. يلاه خرجتها عند خوتها هذا الصباح هذا. راه 3 ايام وهي ما كتقدرش تمشى كتعامره بالقميل، حيت القميل كيسوف ليهم الدم ديالهم وبالتالي الدجاج ما كيبقاش قادر انه يتمشى كيزحفوا مره. المهم دابا الدجاج هما بقى في هذه العشه هذه كيقلبوا يدخلوا للعشات اللي لداخل السجنات اللي لداخل، وانا ما غنخليهمش يدخلوا لتمايا بحكم يلاه داويتهم بجوج هادوك حتى دوزو حتى 3 ساعات ولا 4 ساعات ونشطبها له مزيان ونزيد نرش فيها شويه ديال الجافيل. المهم نعقمها شويه عاد نطلق الدجاج يدخل ليها وغدا عاوتاني نعاود نداوي لهم عاوتاني. المهم عندي يومين ديال الدواء باش نتهنى من القميل، حيت عرفتوا القميله راه مصيبه الكحله القميله. عرفتوا جيت من السرحه لقيت الدجاج تسالى له الماء والدجاج عطشان ديال بصح. هانتوما كلشي مجموع خصو يشرب. وحتى الماكله راني الصراحه الله نقص ليه الماكله حيت ما كيبيضوش، والماكله راني نقصتها ليهم حتى يرجعوا يبيضوا. يلا هشو شوف 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 شوف. دابا هاد المجهودات اللي كتشوفوني كندير كامله مع الدجاج، ولكن الا قلت لكم بانه الانتاجيه اكثر من كتزيد تنقص واش غتيقونوا ولا لا؟ داك النهار راه كنت كندخل 40 37 حتى 30، دابا وقيله 25 24 رجعت هاد اليومين عاوتاني. المهم الانتاجيه عندي راه ضعيفه بزاف. هاد المجهودات هذه اللي كندير مع الدجاج كامله مازال ما عطاتش النتيجه كامله. المهم كنطلبوا من الله خير، والله العظيم الا كنطلبوا من الله خير. عرفتوا راه الدجاج راه بزاف. دابا راه الدجاج غادي يدخل في السيمانه الثانيه
والانتاجيه ضعيفه عندي بزاف. الانتاجيه عندي هذه الفتره هذه انايا حاليا لاول مره صراحه الله غادي نعاني من هذا المشكل هذا ديال نقص الانتاجيه ديال البيض هذه الفتره هذه بالضبط. المهم الحمد لله على كل حال، انا راه باقي داير المجهود ديالي مع الدجاج. المهم كنتمنى انهم يرجعوا يبيضوا في اقرب وقت، واخا راني نقصت لهم الماكله الصراحه الله.